مرحبا بكم في خبر جديد وقضية جديدة. العملات المشفرة ومستقبلها في المغرب، بين الفرص والتحديات. في السنوات الأخيرة شهد العالم طفرة غير مسبوقة في تداول العملات المشفرة مثل البيتكوين والإيثيريوم التي باتت تشكل جزءاً من المشهد المالي العالمي. هذه العملات التي تعتمد على تقنيات البلوكتشين لضمان الأمان والشفافية أثارت اهتمام المستثمرين والمؤسسات المالية، كما طرحت تحديات قانونية وتنظيمية أمام الحكومات والبنوك المركزية. المغرب كغيره من الدول لم يبقى بمنأى عن هذه التحولات، ورغم أن تداول العملات المشفرة لا يزال غير منظم رسمياً، فإن الإقبال المتزايد من المواطنين المغاربة على هذه الأصول الرقمية دفع السلطات إلى التفكير بجدية في وضع إطار قانوني ينظم استخدامها ويحد من المخاطر المرتبطة بها، مثل غسل الأموال والتمويل غير المشروع، دون أن يغفل عن الفرص الاقتصادية التي قد تتيحها هذه التكنولوجيا. بنك المغرب يطالب بتسريع تقنين العملات الرقمية. في هذا السياق أعلن عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب أن البنك المركزي قد طلب من الأمانة العامة للحكومة منح مشروع القانون المتعلق بالعملات الرقمية أولوية قصوى، بهدف مناقشته في البرلمان والمصادقة عليه في أقرب الآجال. هذا المشروع الذي تم إعداده بشراكة مع البنك الدولي يعد خطوة استراتيجية نحو تنظيم سوق العملات المشفرة في المملكة. وخلال ندوة صحفية أعقبت ثالث اجتماع فصلي لمجلس بنك المغرب لسنة 2025، أشار الجواهري إلى أن المغرب يحتل المرتبة السابعة إفريقياً من حيث احتياطيات العملات المشفرة وفقاً لتقارير دولية حديثة. هذا التصنيف يعكس حجم التداول والاهتمام المتزايد بهذه العملات من قبل المغاربة سواء داخل البلاد أو في الخارج. ورغم تزايد الإحصائيات حول حيازة وتداول العملات الرقمية، شدد والي البنك المركزي على أن الأهم هو إخراج القانون إلى حيز التنفيذ، فقد استغرق إعداد هذا النص التشريعي نحو 3 سنوات، ويهدف إلى وضع آليات واضحة لمنح التراخيص وتتبع الأنشطة ومراقبة المعاملات المرتبطة بالعملات المشفرة، بما يضمن حماية المستخدمين واستقرار النظام المالي الوطني. تقنين العملات المشفرة ضرورة ملحة في ظل التحولات العالمية. الجواهري أكد أن تقنين العملات المشفرة لم يعد خياراً، بل أصبح ضرورة استعجالية، خاصة في ظل توصيات مجموعة ال20 الأخيرة التي دعت إلى تعزيز الرقابة على الأصول الرقمية. كما أشار إلى وجود إجماع بين البنوك المركزية العالمية حول أهمية وضع أطر قانونية تنظم هذا المجال، وهو ما يجعل المغرب في موقع ريادي ضمن الدول الساعية إلى مواكبة هذه التحولات. الخلاصة: إن دخول المغرب مرحلة تقنين العملات المشفرة يمثل منعطفاً مهماً في مسار التحول الرقمي للقطاع المالي، فبين الطموح إلى الانفتاح على الابتكار والحاجة إلى حماية الاقتصاد الوطني من المخاطر، يبرز مشروع القانون كأداة حيوية لتحقيق التوازن، وإذا ما تم اعتماده وتنفيذه بفعالية فقد يشكل بوابة نحو اقتصاد أكثر شفافية وأكثر قدرة على استيعاب التكنولوجيا المالية الحديثة، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين والمبتكرين في المغرب، ويقود نحو مستقبل رقمي آمن ومنظم. قبل الخروج لا تنسوا دعمنا بالاشتراك والإعجاب كي نصل ل1000 مشترك. شكراً لكل من دعم القناة، ودمتم سالمين.